وبعد تفكير طويل وحيرة زي كل يوم، تاكلوا ايه يا ولاد مع اللحمة؟ في اللي مش عارف، في اللي معترض على كل حاجة. سبتهم ودخلت المطبخ سلقت اللحمة وخلاص، وقلت بعد كده نتفق ونقرر. وخرجت في النهاية بصينية الكوسة الحلوة دي. قولولي بقى، مين بيطبخ الكوسة في الحلة بس، ومين بيحطها في صينية زي كده ويدخلها الفرن تاخد الوش والريحة الخطيرة دي؟ انا دايما لما بطبخ كوسة، يعني كنا زمان ممكن نعملها في الحلة كده ونغرفها على طول، بس بصراحة الحركة دي فرقت معايا قوي. طبعا كل ما اقول لهم على حاجة يعترضوا، في اللي اقول بسلة يا ولاد يقولوا لي ايه طبعا يا ميرنا، لا مش بحبها. طلعت في دماغي اعمل فتة وكان نفسي فيها جدا. ميرنا تقول لي انا هاكلها بس من غير عيش، وايدي يقول لي اعمليها بعيش قليل. طب وده ينفع؟ هو في فتة من غير عيش؟ خلاص بقى، خلاص احترت. رحت عامله صينيه الكوسه اللي انتوا شايفينها دي، ورز بشعريه وشوربه لسان عصفور. طبعا انا طبخت معاكم قبل كده طريقه سلق اللحمه، ان احنا بنديها تشويحه كده في الاول، وعملت معاكم الكوسه قبل كده. بس اللي حابب طريقه اي حاجه يقول لي وانا هنزلها لكم في تعليق مثبت. بحبكم جدا، واكتبوا لي في التعليقات مين بيعمل الكوسه كده على طريقتي.